السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض دبابيس فراخ. هنعملها بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة عشان يعني الاولاد بيحبوا الطريقة دي، فقلنا نعملها بالطريقة دي معاكم ونشوف هنعملها ازاي. دلوقتي الفراخ انا غسلتها كويس جدا ونقعتها وصفيتها من المحلول النقع اللي انا كنت نقعاها فيه، وشلت الجلد من عليها طبعا لان انا مش حابه ان يكون فيها جلد، عشان احنا الخلطه اللي هنعملها عايزينها تبقى على اللحم نفسه بتاع الدبابيس عشان الخلطه تخش جوه اللحم كده وتديها طعم حلو. هنسمي الله ونبتدي مع بعض. شوف هنعملها ازاي. دلوقتي انا حطيت ميه على النار، حطيت فيها ورق لوري وحبهان وبصلايه ومعلقه من الملح، وهبتدي اسلق الفراخ بتاعتي اللي هي الدبابيس. طبعا كنت غسلاها ونقعاها وغسلتها كويس جدا، ودلوقتي هبتدي ان انا احطها في الميه المغليه عشان اسلقها كده نص سلقه. ودلوقتي الدبابيس اتسلقت نص سلقة، انا ما عملتلهاش تسوية كاملة، عملتها كده نص تسوية بحيث انها لسه هحط عليها، هعمل لها خلطة وهدخلها الفرن عشان تتشرب كده من التتبيلة او الخلطة اللي احنا هنعملها لها وتديها طعم حلو ولون كده، تبقى دبابيس يعني زي المشوية. هنعمل لها صوص كده حلو. دلوقتي انا طلعت الدبابيس خلاص من الشوربة، وهبتدي ان انا اعمل لها الخليط بتاعها. جبت بولة كده وهبتدي اعمل التتبيلة فيها. هحط نص معلقة من الفلفل الاسمر، وهحط باكت من المرقة الفورية، وهحط شوية من الزعتر، ومعايا الصوص دون اللي هو بتاع الفراخ. دي تتبيلة كده ازايز جاهزة بنجيبها من السوبر ماركت، متواجدة في كل المحلات. حطيت معلقة من الثوم المفروم، وهبتدي ان انا اقلبه كله كده مع بعضه، وهعصر كده نص ليمونة، وهبتدي اقلب كل الخلطة دي كده مع بعضها. وبعدين هبتدي اوزعها على الدبابيس. هجيب صينية احط فيها الدبابيس كده معاكم عشان لما ادخلها الفرن تكمل تسويتها، وفي نفس الوقت التتبيلة تكون يعني شربت من التتبيلة كويس جدا، فدي بتديها طعم حلو قوي. وهبتدي ان انا اوزعها كده التتبيله ديت على الدبابيس وادهنها بيها كده. هدهن كل الدبابيس من كل الاتجاهات، من الناحيه دي والناحيه التانية، عشان تبقى متغلفه كلها كده بالصوص دون وبالتتبيله دي. وبعد كده هبتدي اخدها ادخلها الفرن. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وهدخلها كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، بتاخدش وقت كتير يعني جوه الفرن. ودلوقتي الدبابيس بتاعتنا طلعت، وعملنا جنبيها رز حبة وحبة وصينية بطاطس. جربوها تعجبكم. الف هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.